هنبدأ نقيس كده، هنلاقي شورت. الفيوز قطع اهي، هنا شورت، هنا شورت، هنا شورت، هنا شورت. نقيس على المكثف هنلاقي برضو شورت. يبقى انا كده عندي دايرة التوحيد دي كلها بايظ. عندي المكثف اساسا ضارب، الفيوز قطعة، الاربع سيليكونات شورت. هنبدأ دلوقتي كده نشوف المشكلة فين مع بعض. اول حاجة هعملها هشعر الفيوز، الحاجة التانية هغير المكثف عشان ضارب وكده كده هيتغير. هنبدأ كده نغير المكثف اهو. كده طلعنا بالمكثف، مكثف 6.8 مايكرو على 400 فولت. نجيب واحد زيه ونشوف مع بعض. بعد ما غيرت المكثف يا أصدقاء، كده غيرت المكثف اهو، نفس ديكها بالظبط 6.8 على 400 فولت، وشعرت الفيوز بالشكل ده اهو. دلوقتي كده جيت هنا على السيليكونات دي ورفعت من كل سيليكون رجل عشان نشوف الشورت او القفلة. تمام، هنبدأ كده نقيس مع بعض. هقيس السيليكون ده كده، السيليكون ده عليه شورت، ده معلهش، يبقى ده كده عليه شورت. وهنقيس ده برضو عليه شورت، وهنقيس ده عليه شورت. يبقى انا كده يا اصدقاء عندي 3 عليهم شورت، 3 بايظين يعني، وده بس هو اللي شغال. فهنجيب 3 غير دول ونركبهم ونشوف مع بعض. ولما رفعت الارجل طبعا الشورت اللي على المكثف راح. هنقيس كده مع بعض على المكثف اهو. ادي المكثف معلهش شورت زي ما حضراتكم شايفين كده، معلهش شورت. يبقى احنا كده هنجيب 3 ديودات غير دول ونغيرهم ونشوف مع بعض. بعد ما جبت يا اصدقاء ال3 ديودات غيرتهم، ركبت واحد هنا اهو، والاتنين دول ركبتهم من الخلف عشان جاهم قصيرين فركبتهم من الخلف. هنبدأ بقى نشوف كده في شورت ولا لا بعد ما ركبناهم. هنمسك كده ده اول ديود اهو، مفيش شورت اهو. الديود التاني مفيش شورت. طيب الديود التالت مفيش، الرابع مفيش، على المكثف مفيش، والفيوز اللي شعرناها اهي دي الفيوز. يبقى كده المفروض كده ان الدايرة اشتغلت معايا لو ما فيهاش مشاكل تاني. يبقى كده دائرة التوحيد اللي كانت هنا كانت كلها شورت، والمكثف ضارب، والفيوز ضاربة. فكده هنجرب مع بعض، هنجيب لمبة ونجرب مع بعض. جيت هنا طبعا على الخارج اهو، ووصلت الكليبسات دي اللي هتركب في اللمبة. وهنجيب التانية اهي نوصلها هنا برضو. هنوصل واحد في اللمبة اهو بالشكل ده كده، بالشكل ده، والتاني اهو كده. وصلنا الاتنين كده. فاضل طرفين ال220 اللي هم بتوع الترانس، وصلتهم بفيش اهي، وجبنا مشترك الكهرباء اهو. هنبدأ بقى نوصل كده في الكهرباء بالشكل ده. اللمبة اشتغلت معايا اهي يا اصدقاء. هنفصل ونجرب تاني.
اللمبة اشتغلت معايا اهي. وطبعا انا قبل ما اجرب في ال220 جربت على سيريا، عشان طبعا لو الدايرة فيها مشكلة ما تعملش معايا قفلة. فطبعا جربت على سيريا وبعد كده جربت قدامكم على ال220، يبقى كده الدايرة اشتغلت معايا مفيش اي مشكلة. يبقى كان فيها مشكلة ايه الدايرة؟ كان في مشكلة في دايرة التوحيد، ان الفيوز ضربة شعرناها، وثلاث ديودات عاملين شورت غيرناهم، والمكثف الكبير ال 400 فولت كان ضارب غيرناه. بعد ما غيرناهم تمام الدايرة اشتغلت معايا والترانس اشتغل معايا مفيش اي مشكلة. يبقى بالطريقة دي كده قدرنا ان احنا نعرف العطل ونصلحه بكل سهولة. ارجو اكون قدمت معلومة بسيطة. لو استفدت من الفيديو ياريت لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل جديد وبكل فيديوهاتنا الحصرية. شكرا ليكم واشوفكم في فيديو جديد.